لما رجعت اسيوط بدات افرج الناس، بصوا يا جماعه ده انا بقيت مستورد، بصوا البضاعه شكلها ايه. فبدات الناس تسالني يا احمد تقدر تجيب البضاعه الفلانيه؟ قلت لهم اه طبعا اعرف اجيب البضاعه الفلانيه. يقولوا لي طب اسال لنا في الصين سعرها كام. فبقيت ادخل على موقع علي بابا ادور على الحاجه واشوف سعرها كام مش عارف ايه. اسهر الليل كله، اصحى الصبح اروح للتاجر الفلاني اقول له ادي الحاجه اللي انت سالتني عليها سعرها كذا بالدولار. فيقول لي لا يا عم دولار مين، احنا عايزين سعرها بالجنيه المصري لحد ما توصل عندك، لحد ما توصل عندنا يعني. فقول له لا انا ما اعرفش. فقول له لا خلاص يعني ف... فكل الناس كان في عدم جديه. عدم جديه ليه؟ لان انا باين عليا فعلا ان انا مش فاهم ليه. انا جبت تمن البضاعه، لسه في جمرك ولسه في شحن بحري ولسه في شحن داخلي، في قصه كبيره انا ما اعرفش. فبدات احس ان انا ناقصني حاجه. حسيت وقتها ان انا لسه ناقصني كتير. بدات اسهر الليل كله على قصص الصين وعلى شوارع الصين واتفرج على فيديوهات. وقتها كان في منتدى اسمه العرب المسافرون، كنت ادخل على المنتدى ده واشوف قصص الناس اللي سافرت بتحكي ازاي، ايه اللي حصل معاهم، كل التفاصيل ده هي. طب يا عم يلا نسافر الصين. قلت خلاص انا يلا ايه، انا اقول للناس ان انا هسافر الصين. بدات اذيع في المنطقه يعني، واذيع للناس اللي حواليا ان انا مسافر الصين، ويلا عايز عينات اجيب لك وعايز شغل اجيب لك. فبدات الناس تكلمني اه يا احمد هات لنا وشوف لنا دواء لما تسافر وروح واعمل وبدات فعلا اخد عينات من الناس. يعني الناس تقول لي هات لنا كذا، اقول له طب هات عينه عشان أنا لما اسافر الصين اجيب لك زيها. بدات اجمع عينات، عينات من كل حاجه يعني. طب يا جماعه في حد سافر الصين قبل كده من اسيوط؟ الناس قالت لي اه التاجر الفلاني، روح له. فرحت له، السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له انا اسمي احمد عكرة، جارك من المنطقة الفلانية، وانا مسافر الصين وكنت عاوزك تساعدني وكده. فقال لي معاك كام فلوس؟ فانا بصراحة ما كانش معايا، بس قلت له يعني ايه قلت له معايا 100,000 جنيه. فقال لي 100,000 جنيه ما يشربكش المية. قلت له طب اعمل ايه يعني؟ قال لي خليك هنا وما تسافرش. مشيت من عند الراجل ده وانا مش في دماغي حاجه غير ان انا اسافر الصين. قلت والله العظيم لا مسافر الصين. اسافر ازاي؟ الفلوس مش معايا ولا معايا اي حاجه، ولا اعرف الشوارع ولا اعرف الدنيا ولا اعرف الناس ولا اعرف اي بلد هروحها. بس انا طلعت من عند الراجل ده وانا مقرر ان انا هسافر الصين. رجعت البيت، دخلت على النت، بدات ادور على متطلبات التاشيره. فكان سجل تجاري، بطاقة ضريبية، كشف حساب بنكي، حركة يكون فيه 6 شهور تعامل، فلوس داخلة أو طالعة وكده، وصور، و اتش ار ليتر لو أنت صاحب الشركة مش محتاج اتش ار. فخلاص قشطة. بدأت أتواصل مع الشركات، يقولوا لي كشف الحساب موجود، أقول لهم لا أنا ما كانش عندي حساب. طب يا جماعة إيه الحل؟ إيه العمل؟ قال لك لازم كشف حساب. فضلت أتصل بشركات كتير لحد ما اتصلت بشركة قالت لي لا 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 مش لازم كشف حساب.